النهارده هنستضيف معانا الاستاذ منصور الدمراوي. اهلا بحضرتك معانا في البرنامج. اهلا بحضرتك، حضرتك منور البرنامج. ربنا يسلمك. البرنامج منور باهل الناس. احنا شاكرين لحضرتك وجودك معانا، واول سؤال احب اساله لحضرتك مشوارك في الشعر. والله هو الشعر ابتدى منذ الطفوله، هي الموهبه عامه بتبتدي عند اي انسان من الطفوله. لما نام طبعا من خلال التعليم ان احنا يعني نشأنا فيه هو التعليم الازهري، بحكم طبعا دراسه النحو والصرف والعروض والبلاغه، فكانت عامل مساعد كبير على ان الموهبه الله عز وجل يمن علينا بها، وخاصه الشعر الفصحى يحتاج دراسه عميقه في. بس انا بشوف حضرتك لما بتيجي تقول الشعر بتقوله يعني من غير تحضير، بحس ان هو يعني تلقائي كده منك. هي الاحتراف بقى. فرق كبير ما بين الاحساس والاحتراف، يعني هي الموهبه في البدايه او العمليه بتبتدي الاول باحساس ان الشاعر يشوف موقف فيكتب عليه، يتاثر بعامل معين او شيء معين فيكتب عنه، ولكن الاحتراف يعني دخولنا المجال الاعلام يعني بقى مساله مختلفه خالص، بقى ينطلب مننا تتر البرنامج، ينطلب مننا برومو لبرنامج من خلال الشعر، فالعمليه لازم تبقى عمليه احترافيه، لازم الاحساس يكون متواجد في كل وقت ان الواحد يقدر يعبر عن الشيء اللي مطروح قدامه. طب وحضرتك في وجهه نظرك الشاعر الموهوب اللي بيقول شعره محضره ولا تلقائي ولا نتيجه وليده فكره معينه، موقف معين، ده ايه؟ انت كده دخلتنا في موهبتين، لان الشعر في حد ذاته موهبه والارتجال برضه موهبه. الشاعر اللي هو ما عندوش القدره على الارتجال يفضل انه يكون محضر كويس عشان يعرف يعني يتعامل مع الجمهور. اصل احنا بنشوف شعراء عندهم قدره ان هو يلقي الشعر بتاعه حلو جدا، بس بشكله بيكون محضره في ورق والكلام ده كله. طبعا يعني الشاعر الكبير الجميل العظيم احمد شوقي ما كانش بيعرف يلقي شعر، بخلاف الشاعر الجميل الكبير برضه حافظ ابراهيم، ده كان بيتميز بانه بيكتب الشعر شعر قوي جدا وبيلقيه، فلما مات قالوا مات نصف شعره. خلاص فهو لو انه كان في مخزون شعري هو ما رضيش يقوله او يوصله لمحبيه، فمش هيجي واحد بكفاءته يعرف يأديه، فيعتبر نص كفاءة الشعر ماتت من خلال اداء الشاعر الكبير حافظ ابراهيم. حضرتك فعلا من الموهوبين الشباب الجدد، وبنحب جدا نسمع شعرك، وبنسمع ده من خلال القنوات الفضائيه اللي هي استضافتك. يعني كان حضرتك في المرحله دي بقى الشعر كان عامل ازاي؟ والله هو الشغل في القنوات الفضائيه شغل قد يكون مختلف كتير عن الندوات، لان انت بتتعامل مع يعني في الندوات بتتعامل مع شريحه معينه، قد تكون شريحه مثقفين، فيفضل ان انت تتعامل معهم من خلال شعر الفصحى. اما لما يكون على الامر مختلف على قناه فضائيه فانت بتتعامل مع الشرايح كلها، وبتحاول بقدر الامكان ان انت تخاطب كل المجتمع، فيفضل ان انت بتنزل المستوى يليق بكل الشرايح او بكل المجتمع، على اساس ان انت تقدر توصلي الرساله اللي انت عايزه تقدمها. ما ينفعش النهارده في فقرتنا مع موهوب الفقره تعدي من غير ما تقول لنا حاجه من شعرك الجميل. دول كتير من مصلحتها ان احنا دايما نختلف، وتموت في غيظها لو شافتنا يوم بنرجع نقتلف، واحنا من كتر الطيابه بنطوعها وننجرف، واحنا مش قد الطوفان. يا شعب مصر ما بقاش في وقت عشان تقوم بينا الفتن، تعالوا نبني في مصرنا ونخط فوق كل المحن، ومادام في بينا حلم واحد والوطن هو الوطن، ايه اللي يمنع يبقى في بينا امان؟ وكفايه مكر بعضنا وبحلمنا زي الثعالب، ويبقى حب بلدنا بس في الفؤاد هو اللي غالب، ننسى عشان المنفعه وننسى المطالب، ونعيش حكايه يدرسها الزمان. انتوا فاكرين ولا نسيتوا دي كمان؟ بنشكر حضرتك على وجودك معانا، وبنشكرك جدا على الفقره الشعريه والشعر الجميل ده جدا. شكرا.
ربنا يخليك. وبنشكركم اعزائي المشاهدين على تواجدكم وسماعكم للحلقه، ارجو تكون روائع الحلقه النهارده عجبتكم، على امل في لقاء جديد ان شاء الله.